أهلا بيكم وفكرة جديدة من أفكار إعادة التدوير. شغلنا النهاردة هيكون في علب العصير أو الحليب ويد إزازة المية أو إزازة الزيت. هنحتاج علبتين بنفس الشكل ده. هنشيل الغطا والجزء اللي تحت الغطا اللي بيتربط فيه الغطا، وأخد المقاس الجانبي وأعمل منه علامة على الجزء الأمامي. هعمل العلامة على الجنبين نفس المسافة بالظبط. هعمل العلامة بالمسطرة وبعد كده هقصها أو أفتحها بالقطر. هفرغها بالقطر من على الجنبين وأفصلها من الجنبين بس مش هفصل من الآخر. الجزء ده في الجنب ده وفي الجنب التاني هيكونوا تقوية للجوانب الأصلية، أما الجزء اللي في النص أنا مش محتاجاه. بعد كده أرفع الجوانب اللي بتكون قافلة ركن العلبة، وأقفل الفتحة اللي كان فيها الغطاء بقطع من الكرتون بتاع العلبة نفسها، وأبتدي ألزق الجزء الجانبي عكس مكان ملزوق. هخليه في الجزء اللي فوق على طول زي ما واضح في الصورة. وبعد كده هجيب الجزء اللي أنا فرغته من وش العلبة وألزقه فوق الجزء ده علشان يبقوا طبقتين، فيبقى الصندوق قوي أكتر من طبقة واحدة. الجنب التاني كمان هلزق عليه الجزء اللي فرغته من الجنب التاني. كده لسه عندي الجنبين والجزء السفلي أو القاعدة. هجيب علبة تانية وهقطع منها الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. أتمنى لو معايا وعجبتكم الفكرة تدعموني بلايك للفيديو. لو أول مرة بتشوفوا قناتي تدعموني بالاشتراك في القناة، وشكرا لمتابعتكم. هفصل الجزء العلوي من العلبة العريض، والثلاث أجزاء الباقيين هطبقهم عكس الاتجاه وهاخدهم أغلف بيهم العلبة. ممكن طبعا أخلي الجزء الملون جوه يكون أحسن، وممكن أسيبه بره عادي لأن أنا هعمل غلاف تاني بعد كده. غلفت العلبة من كل الاتجاهات بالمنظر ده. هجيب قطعة قماش، أي قطعة قماش عندي شكلها يكون عجبني، وهبتدي أغلف الصندوق من الخارج. هعمل حسابي في قطعة القماش إنها تكفي إنها تنزل للجزء اللي سفلي، وكمان تكفي إنها تدخل جوه الصندوق وتبطنه. هلف بقطعة القماش حوالين الصندوق بالكامل. هستخدم أي مادة لاصقة مش شرط مسدس الشمع. عملت كل الأجزاء. آخر قطعة في القماش ضروري إن أنا أقفلها بتانية، علشان لو القماش ده من النوع اللي بينسل بيطلع فتل، يبقى لازم أقفل حرف القماش بتانية زيادة زي ما واضح كده في الفيديو. هقفل الجنب كويس والقماش مشدود، واخد الجزء الزيادة اللي من تحت اغلف الجزء السفلي من العلبة. هطبق الزيادة اللي انا عاملة حسابي من الاول عليها على الصندوق من تحت، في الاربع اتجاهات. ما ننساش لايك للفيديو اذا عجبكم طبعا. والجزء الزيادة اللي انا عاملة حسابي في عرض القماش فيه هيكون بطانة للصندوق من جوه. انا بقول عليه صندوق لكن هو في الاخر هيكون منظم، هستخدمه في اي حاجة وهيكون متين وقوي جدا. بعد كده هجيب قطعة الكرتون اللي بقيت من قص الصندوق التاني، هغلفها بنفس القماش المتاح اللي انا اخترته اللي عندي. طبعا انا ممكن استخدم اي قماش او خيش حتى بيكون احسن واحلى، لكن احنا ما بنصعبهاش على نفسنا، بنختار ايه اللي موجود عندنا بنستخدمه. هبطن بقطعة الكرتون المغلفة بالقماش
قاعدة أو عمق الصندوق أو المنظم. وكمان مش هنسى الجزء السفلي اللي طبقت عليه القماش، هغطيه كمان بقطعة قماشة من نفس اللون، وعشان ما تنسلش معايا بتني الحرف من كل الاتجاهات، وكمان علشان يبقى التقفيل متقن ومظبوط مفيش فيه أي عيوب. غلفت كده الصندوق من كل الاتجاهات ومن الداخل ومن الخارج بالكامل. وتيجي دلوقتي مرحلة الإيدين البلاستيك والكعوب. اليد يد إزازة مية كبيرة أو يد إزازة زيت، هشيل الزيادة اللي فيها واستخدم الجزء العلوي بس أو اللي واضح في الفيديو. هجيب أي خيط متوفر عندي، خيوط خيش، خيوط صوف، خيوط مكرمية، أي خيوط، هغلف بيهم الدراع أو اليد، وهلزقها في الآخر طبعا بمسدس الشمع علشان ما تفكش معايا تاني. هعمل الإيدين الاتنين بنفس الشكل. أنا استخدمت خيط الخيش، وخيط الخيش بيكون له وبرة أو شعر صغير بحرقه بالولاعة بالمنظر اللي شفتوه. هعمل الاتنين بنفس الطريقة، وكمان الغطيان بتاعت الأزازة هحتاج 4، هعمل بيهم كعوب أو رجلين الصندوق أو المنظم. طبعا كل دي حاجات حليات تخلي شكل الصندوق أحلى. هغلفه بنفس الخيط اللي استخدمه في اليد، نفس اللون نفس الخامة طبعا. هعمل منه 4 لل4 رجلين. هبدأ بعد كده مرحلة تزيين الصندوق. عملت ضفيرة من نفس نوع الخيط اللي استخدمته، وهبتدي أحطها على كل طروف المنظم أو الصندوق. في كل مكان هحطها، يعني كل ضلعين بيقابلوا بعض هحط عليهم خيط، فوق من تحت على الجوانب في كل حتة. هتديله منظر، وفي نفس الوقت بتخليه يتحكم مع نفسه ويمسك نفسه كويس، يعني يبقى متماسك مع بعضه، كأني يعني كتفته بالحبل ده. هلف بالضفيرة داير ما يدور فوق وتحت في كل الجوانب. القماش مشدود، وكمان الخيط أو الضفيرة مشدودة. بعد كده هاجي أعمل صف تاني فوق. الصف التاني هيبقى دوره إن هو زينة، وفي نفس الوقت هيمسك لي الإيدين مع الصندوق أو مع المنظم. هلزق اليد على الجنب، وبعد كده أعدي عليها بالخيط أو بالضفيرة علشان تمسك فيها أكتر، تخليها تمسك في الصندوق أكتر، تبقى ثابتة أكتر في الصندوق. هلف بالخيط أو بالضفيرة لغاية ما أروح للاتجاه التاني، وبرضو أركب اليد تاني مرة في الجنب. كلها حاجات بسيطة جدا، لما بنشوفها بنستهون بيها وبنفتكرها ما تنفعش في حاجة، بس الحقيقة لو فكرنا شوية بنلاقي كل حاجة حوالينا ممكن نعيد استخدامها في أي حاجة، يعني حاجة مفيدة تنفع يعني. خلصت كده الإيدين. بعد كده هعمل الكعوب أو الرجلين بتوع المنظم. ال4 وتشان المغلفين بالخيوط أو بخيط الخيش هثبتهم في ال4 أركان. وبعد كده هعمل حلية بسيطة على وش الصندوق، جزء من الضفيرة، ضفيرة الخيط هحطها على جنب، وأجيب أي خرزتين يعني المتوفر عندي وأركبهم على وش المنظم أو الصندوق. هستخدمه في أي حاجة، أدوات تسريحة، أدوات مكتب، أي حاجة ممكن أستخدمه زي ما أنا عايزة. يا رب تكون الفكرة عجبتكم. يا ريت لو عجبتكم تضغطوا على زر لايك وتتابعوني، ولو أول مرة بتزوروا قناتي وبتشوفوني يا ريت تدعموني بالاشتراك في القناة وتشغيل جرس الإشعارات. ما ننساش نضغط على زر لايك أسفل الفيديو. وشكرا للمتابعة والمشاهدة. مع السلامة.